السلام عليكم، أنا شريف عرفة، طالب بكلية الطب البشري جامعة ميريت. النهاردة أقولك على شوية حاجات تخليك تطلع من الأوائل في أي كلية من الكليات الطبية، أو على الأقل تجيب امتياز فيها. أكيد أول حاجة لما أقولك النصايح ده معتمد أكتر على التزامك ورغبتك في إن أنت توصل لمكانة، زي مثلا إنك تطلع من الأوائل أو إن أنت تجيب امتياز في المواد اللي هتقابلنا في أي كلية طبية. هتكلم النهاردة على 6 حاجات. أول حاجة هي طريقة المذاكرة، تاني حاجة هتحل أسئلة قد إيه، تالت حاجة الغياب بتاع المحاضرات والسكاشن، رابع حاجة المراجعة، خامس حاجة هتعمل ايه ليلة الامتحان وهتعمل ايه لو راكمت محاضرات كتيرة، سادس حاجة شوية نصايح لتنظيم الوقت، سابع حاجة نسموها نصيحة بعنوان اخلق دافع لنفسك. أول حاجة بالنسبة لطريقة المذاكرة، نفترض ان النهاردة انت خدت محاضرة في الكلية. لما سمعت شرح الكلية وانت قاعد في المحاضرة فهمت بنسبة قليلة، لأن غالبا او اغلبنا بنسرح في حاجات وحاجات كتير بتفوتنا، ففهمنا بيبقى قليل في المحاضرة. فاول ما نروح هنعمل ايه؟ هنروح هنسمع المحاضرة تاني، هنشوف ريكوردات سواء الجامعة كانت هي بتسجلها او حد من زمايلنا بيسجلها، هناخد الريكوردات دي نسمع الريكوردات تاني، وهنفتح البي دي اف بتاع المحاضرة قدامنا. البي دي اف بتاع المحاضرة براحتكم بقى، عايزين تطبعوه عايزين تفتحوه مش على على اللاب او التاب مش هتفرق. المهم ان احنا معانا البي دي اف واحنا بنسمع المحاضرة. هنعلم على الحاجات اللي بيقولها الدكتور مهمة. ايه الحاجات المهمة اللي بيقولها الدكتور، ايه الحاجات المهمة اللي بيوقف عليها الدكتور وبيقول لك ان الحتة دي، لان غالبا الحاجات دي هو اللي بيجيب منها في الامتحان. ملحوظة زيادة قالها، كل ده بتكتبها في الورق اللي انت شغال بيه او البي دي اف اللي شغال بيه الشرح. برضو الناس اللي هي لسه داخلة سنة اولى وكده، فيبقى عندها مشكلة في الترجمة، مش عارفة تترجم او عايزة تترجم، فهتاخد وقت كبير في المحاضرة. دي ممكن تساعدك ان انت اول ما الدكتور بيشرح فبيقول مثلا كلام بالعربي، الكلام العربي بالعربي ده انت ممكن تكتبه في البي دي اف. اول ما تكتبه في البي دي اف ترجع له تاني. اولا انت كده مش هتحتاج ترجمة، اول ما ترجع له تاني هتلاقيك فاهمه ومش هتنساه. برضه نفس الفكرة، حتى لو انت يعني عارف مش محتاج الترجمة وكده، لازم تكتب الملاحظات دي والحاجات. اكتب جملة عامية مثلا قالها الدكتور في حتة معينة، اكتبها بالعربي عشان بعد كده تفتكر، ما تضطرش ان انت تحضر الشرح ده تاني. واكد طبعا ان انت لازم تحضر المحاضرة بتاعة الدكتور اللي بيديك في الكلية، لان الدكتور بتاع اللي بيديك في الكلية هو اللي هيحط لك الامتحان، فالداتا بتاعته دي شيء اساسي. المحاضرة بتاعته شيء اساسي، الكلام اللي هو بيقوله ده شيء اساسي لانه ممكن يجيب منه في الامتحان. بعد كده انت لو ما فهمتش ممكن تستعين بحاجة من اليوتيوب، بس زي ما قلت في اولوية طبعا للمحاضرة بتاعة الكلية والداتا بتاعة الكلية. فانت كده احضرت الفيديو وعلمت على الحاجات المهمة اللي فيه، وشفت الملاحظات اللي الدكتور زودها وكتبتها في البي دي اف بتاعك. بعد كده هتبدأ مرحلة الحفظ، وانا مش هديك نصايح في مرحلة الحفظ، كل واحد هيحفظ براحته. انت خلاص بقي معاك، انت كده فهمت، ونسبة الفهم عندك خلاص عليت، انت خدتها في المحاضرة، حضرت المحاضرة مرتين، مرة في الكلية ومرة تاني اول ما روحت. فانت خلاص يعتبر كده فهمت. هيجي وقت الحفظ انا اكيد مش هديك نصايح، احفظ براحتك، هتحفظ بالكتابة ماشي، هتحفظ بالقراءة ماشي، مش هتفرق. كل واحد ليه طريقة حفظ يقدر يحفظ بيها. المهم هتتسائل في حتة معينة تبقى حافظها. فانت اصلا احفظ، ذكرت المحاضرة النهاردة حفظتها على قد ما تقدر، يعني انت مش هقول لك لازم تحفظها صم، انك انت طبيعي اصلا هتنساها، يعني في نفس اليوم ده ممكن تنساها، اليوم اللي بعده هتنساها. هنشوف المشكلة بتاعت ان انت تنساها دي حلها هتبقى عامل ازاي. بس انت يعني افتكر ان انت حتى لما تذاكرها في نفس اليوم وما حفظتهاش بنسبة 100%، اول ما تيجي ليلة الامتحان تراجعها هتلاقي نفسك فاكرها. دي كده اول حاجة. تاني حاجة معانا هو الاسئلة، احل قد ايه اسئلة. انا بالنسبة لي الحل مش الحاجة الاساسية اللي بتدور عليها، يعني مش ثانوية عامة عشان تحتاج تدريب على كل انواع الاسئلة ومش عارف تحل من هنا وتحل من هنا. لا، انت اصلا بتاخد شوية معلومات، المعلومات دي انت وظيفتك بس ان انت هتحفظها وهتيجي في الامتحان هتحلها، هتبقى عارف المعلومة. فكمية الأسئلة اللي أنت هتحلها دي مش مرغوب فيها، أنا ما تحلش كمية أسئلة كبيرة. في ناس مثلا تروح تجيب أسئلة من عين شمس، وفي ناس أسئلة تجيب من اسكندرية. الأسئلة دي بعيدا عن إن المحتوى بتاعهم غير المحتوى بتاعك، ما ينفعش تجيب أسئلة وتحل فيها. الأسئلة أصلا غرضها إنك تثبت المعلومة بس، لو هي هتساعدك على عملية الحفظ للداتا بتاعتك، استخدم الأسئلة وما تحلش برضو منها كتير. يعني حاول تضيع وقتك في إن أنت تكرر
كده بس مش تضييع وقت. حاول يعني تستغل الوقت اللي بدل ما تحل فيه اسئله، حاول تستغل الوقت ان انت تكرر وتقرا المحاضرات اللي انت ذكرتها. بس الاسئله ايه الاهم؟ الاسئله اللي انت تحلها اسئله البنوك اللي هي بينزلها الدكتور نفسه. اسئله الدكتور دي ممكن يجيب منها في الامتحان، وفي امتحانات كتيره في دكاتره كتير بتجيب من اسئلتها دي في الامتحان. فانت هتركز على الاسئله دي. الاسئله دي هي الاساس معاك، هي الاولويات بتاعتك، الاسئله بتاعت الدكتور اللي بيحطها. فانت ما تجيش تجيب اسئله من بره والداتا اصلا بتاعتهم مختلفه عن الداتا بتاعتك، وتضطر ان انت تبص على الداتا اصلا، هتتعقد ويعني حوار كبير. فانت مالكش دعوه بالموضوع ده، انت خليك في الاسئله بتاعت اللي بيديها لك الدكتور بتاعك لانه هيجيب منها، وخليك ما تحلش بره المحتوى ده، بره محتوى الكليه. دي كده بالنسبه للحاجه التانية. الحاجه التالتة هي غياب المحاضرات والسكاشن. عامه انت عشان تطلع من الاوائل او تجيب امتياز فلازم تبقى باصص على الدرجه، يعني الدرجه عندك مهمه، ما تستهترش بيها في اي حاجه. مثلا غياب المحاضرات لو عليه درجات فانت روح احضر المحاضره، هتستفاد بالشرح. حتى لو ما استفدتش بالشرح فانت عشان الدرجات اللي عليك دي ما تروحش، دي درجات مضمونه يعني، فحرام تضيعها من ايدك. السكاشن مثلا الجزء العملي بتاعها مهم برضه، فلازم تذاكر، هتمتحن عليه عملي، لازم تذاكر الجزء ده برضه. لو السكاشن فيها كويزات، احيانا بيعملوا كويزات في السكاشن بيبقى عليها غياب، فدي لازم تحضرها عشان الدرجات دي تحاول تضمنها، دي اصلا درجات مضمونة يعني، درجات الغياب والمحاضرات والكلام ده كله. فيعني حرام ما تضيع على نفسك درجات بسبب ان انت ما حضرتش يعني. ده كده بالنسبة لحتة الغياب والحضور. رابع حاجة معانا هي المراجعة. احنا دلوقتي ذكرنا الجزء اللي فوق وخلاص، ذكرنا المحاضرة وزي ما قلنا حاولنا يعني نكرروها كذا مرة، ذكرناها في اول يوم ونسيناها، جينا قبل ما نروح المحاضرة على طول اللي هي المحاضرة مثلا الأسبوع اللي جاي، رحنا قريناها قراية بس، مجرد قراية، مش عايزك تقعد تحفظ فيها تاني، لا اقراها قراية. جيت مثلا وسط الأسبوع رحت قريتها قراية. عارف إن هي مش هتمشي، يعني مش هتمشي خط مستقيم، مش هتمشي بنظام معين، بس يعني إن شاء الله هتمشي معاك. يعني حاول على قد ما تقدر يعني فيها إنك تكررها كذا مرة، بحيث إن ليلة الامتحان تقدر أول ما تراجعها تبقى عارفها، فمبقاش في مشكلة معاك، وتروح الامتحان تحل عادي، هتبقى فاكرهم في الامتحان. يعني اول ما انت بس انت هتبقى مذاكرهم، المفروض تبقى مذاكرهم. يعني ما تجيش انت ما مذاكرش خالص وتيجي عايز تفتكرهم وتذاكرهم ليله الامتحان اول مره وعايز تفتكرهم، ده بتبقى صعب شويه. دي كده بالنسبه للمراجعه. خامس حاجه معانا، انت هتعمل ايه ليله الامتحان؟ انت لو ذاكرت من الاول، عامه لو ذاكرت من الاول زي ما قلت، هتيجي ليله الامتحان هتراجع على اللي انت ذاكرته. بعد ما تراجع على اللي انت ذاكرته هتبدا تحل بنوك الاسئله اللي معاك، عشان احتمال كبير بيجي منها اسئله، في بعض الكليات بتجيب منها اسئله. فهتحل بنوك الاسئله بس بعد ما تكون مذاكر. انت هتراجع المنهج بتاعك. لو انت مثلا مراكم محاضرتين، ابدا ذاكر المحاضرتين دول تاني وحاول تحفظ فيهم على قد ما تقدر. طب لو انا خلاص انا دلوقتي ما فيش وقت معايا وذاكرت المحاضرات بتاعتي وعليا محاضرتين مراكمهم ما لحقتهمش، انت اولويتك ايه دلوقتي؟ اولويتك تشتغل على اللي انت حافظه، اللي انت ضامنه دلوقتي، اللي انت حياتي اللي انت حافظها، هتراجعها مراجعة سريعة وتبدأ على قد ما تقدر في المحاضرتين دول تخلص فيهم. لو انت مثلا جيت راجعت ولقيت نفسك ايه في حاجات في النص سايبها، في حاجات دي ممكن يسألك فيها وانت يعني مثلا مثال انت مش كذا حاجة كذا عنصر مع بعض وانت مش حافظهم، هتعمل ايه؟ هتبدأ بقى تعلمهم، يعني تعمل لها تعليم. يعني الكلمة دي مثلا العنوان الرئيسي بتاعها كان فيه اي سي، في اخرها اي سي، والكلمة اللي جابها دي اخرها اي سي، فخلاص انت علمت. هو ده مش صح في ان انت المفروض تبقى عارف المعلومة، بس يعني انت دي حاجات صعبة، يعني حاجات ممكن انت عشان صعب ان انت تفتكرها في الامتحان، وبالذات لو كانوا كذا عنصر مع بعض. معلش انا عندي نزلة فصوتها يبقى تقريبا مش واضح شوية، بس فلو كانوا كذا حاجة مع بعض، كذا عنصر مع بعض، حاول تعلمهم على قد ما تقدر، وما تزودش في الموضوع ده، لانك لو زودت في الموضوع ده بيبقى غلط عليك. انت اصلا مش هتفتكر الحاجات دي وتبقى انت صعبت الموضوع، لا دي حاجات انت اصلا مش قادر تحفظها خالص وصعب عليك هتعلمها التعليم ده. لو انت طبعا ما تنفعش تبقى مركب محاضرات كتيرة وتيجي تقول لي ليلة الامتحان انا، يعني انت هتحاول ماشي على قد ما تقدر. وثانيا لو انت من يعني بنوك الاسئله بيجي منها من الجامعه بتاعتك، ركز عليها، لازم تراجعها قبل ما تروح. يعني انت خلاص رقمت محاضرتين وخلاص على الاخر، مش هتقدر او مش هتلحق تعملهم. راجع بنوك الاسئله برضو مهمه، ما تسيبهاش، وراجع عليها المحاضرات اللي انت مذاكرها، ودول حاول فيهم على قد ما تقدر. دي بالنسبه للجزء
بتاع المحاضرات، وبالذات دور على اذا انت اماكن كتير مثلا، دور على الناس بتعمل تلخيصات. يعني انا السنه اللي فاتت افتكر ان انا عملت تلخيص للبارة، كل ماده دي معانا في سنه اولى، عملت تلخيص ليها في 6 صفحات بس. فدي حاجه لو انت يعني لو حد بيلخص الحاجات المهمه، ما تروحوش على التلخيص اللي هو في تلخيصات كبيره، تلاقي التلخيص اصلا اكبر من الداتا بتاعه الدكتور، فدي ما تنفعش معاك. انت دلوقتي اصلا خلاص يعني بكره صباح عليك الامتحان، فانت هتدور على التلخيصات المبسطه دي، هتشوف حد مثلا كاتب الحاجات المهمه اللي ورا الدكتور والملاحظات المهمه، خليه يبعتها لك بس، وتحاول على قد ما تقدر تلم فيهم. واللي يبقى صعب معاك حاول يعني تعلمه، ما توقفش عليها، ما توقفش على حاجه معينه، انت علمها، وان شاء الله لو جات لك في الامتحان هتبقى فاكرها بناء على اللي انت علمته بيها. دي كده بالنسبه للجزء بتاع لو انت ايه تعمل ايه ليلة الامتحان والمراجعه. اخر حاجه قلنا نصيحه بالنسبه للوقت، اهم حاجه في حته الوقت دي ان انت تحاول ما تضيعوش في حاجه ملهاش فايده. يعني مثلا الريلز، الانستا، الفيس، الكلام ده كله حاول تقلل منه خالص فتره الدراسه، حتى ممكن تمسحهم خالص. اما انا مش هقول لك مثلا يعني لو حد فيكم بينزل الجيم، مش هقول لك ما تنزلش الجيم، اكيد انزل عادي. حد فيكم بيلعب كوره عادي، فكلنا بنلعب كوره وكلنا بنروح الجيم، فده الموضوع ده عادي. اما انا بتكلم على ان انت تضيع وقتك في حاجات ملهاش فايده. لو انت بتمارس رياضه معينه عادي، انزلها وذاكر في الاوقات بتاعتك، وانزل الرياضه دي في الوقت الفاضي، هي هتمشي يعني. انت ما تضغطش على نفسك جامد، بس ما تضيعش نفسك. يعني انت مش مثلا بتروح جيم فانت كده بتضيع وقت، وبعد كده تروح في فيس ونستا 4 ساعات او 5 ساعات في اليوم، فانت طبيعي مش هتلاقي وقت تذاكر فيه. ده كده بالنسبه للوقت. اخر حاجه زي ما قلت لك، اخلق دافع لنفسك. ولكن يعني دافع اصلا دي حاجه بتحفزك، حاجه بتحفزك دي ممكن تكون انت مثلا عايز تكون في مكانه كويسه بعدين، عايز مثلا تتجوز بدري، عايز تبقى دكتور ناجح، عايز مثلا تفرح اهلك، دي حاجه بسيطه يعني تقدر تفرحهم بيها. لما يلاقوك جايب امتياز وكده هم بيفرحوا، انت يعني مقابل كمان كبير بالنسبه لهم، بس دي حاجه بسيطه بتفرحهم وانت في ايدك تعملها، فليه يعني تبخل عليهم بحاجه زي دي؟ بس فانت احسن النيه، وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. واخر نصيحه بالنسبه للموضوع ده هو الدعاء. يعني انت حاول على قد ما تقدر تدعي كتير، ادعي كتير، ادعي في كل سجده حرفيا، هتلاقي ان الموضوع اصلا توفيق من رب. يعني ممكن تلاقي حاجات انت اصلا ما ذاكرتهاش، محاضره ما ذاكرتهاش ما جتش منها في الامتحان، لانك دعيت. فادعي كتير وقيام ليل كتير وادعي فيه، وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا.